ما بقى تتركني معه لحالي بالبيت مشان الله يا باشا. شلون يعني ما بدك كاني اترك لحالك بالبيت؟ بدك كاني اقعد حارس كرمالك سعديه خانو؟ يعني شو؟ يعني انت لازم تسمعي الكلام وتنزلي هذا الولد اللي ببطنك، خليني الاقي لك شي رجال هيك يتجوزك ويستر عليك وتطلعي برات البيت بقى. وانت ما بدك تتجوزني؟ لك انت شو ما بتفهمي؟ لك انا مستحيل اتجوزك، مستحيل. العم على هالراس تبعي. بس انا بحبك، والله العظيم بحبك، ولو ما بحبك ما كان صار شي بيناتنا. حبك برص وصبع خرص، سدي حالك وليه؟ لك انت نسيان الفرق اللي بين عيلتي وبين عيلتك؟ لك مين انت لحتى اتجوزك انا؟ انا حبيبتك، حبيبتك وخدامتك. لسه بتقلي حبيبتك؟ انت خدامه، خدامه وبس، مو مثلي انا. صح، انا ماني. ولاخر مره اعمل لك، هذا الولد اللي ببطنك بدك تنزليه لحتى اشتري لك بيت وجوزك رجال يسترك. بس انا ما بدي اتجوز، ما بدي اتجوز. ما بدك، بس اوعك تفكري تجبريني اعمل شيء مشان اللي عملتيه لنزلت. اوعك سعديها، انا الباشا عبد الحميد، دراعي ما بتنلوى. ايوه، وانا اللي عم بقول انه سعديه شاطره ورح تسمع الكلمه وتستر حالها قبل ما الولد يكبر وتنكشف حملتها مع عزمي. عزمي؟ ايه، عزمي ابوه للولد يلي ضحك عليكي واخذ منك اللي بده اياه. هيك يا باشا بدك تكب ابنك لواحد غريب؟ انا ما عندي ولد الا شوكت باشا، وهذا الولد اللي ببطنك ابوه بيكون عزمي. عزمي حبيب القلب وخليل الروح. عزمي؟ ايوه، تعودي على الاسم لانه رح تقوليه كثير. هذا رح يصير جوزك وابو اولادك. موته لضرغام ضلعه للزعيم ضلعه إلى أول ما لآخر، لأنه كان يعتمد عليه بكل فعايله الظالمة. معناته لهيك صار عقيد. لو تعرفي قبل ما يصير عقيد شو كان يشتغل؟ شو كان؟ كان أجير بالبواكية عند الزعيم. لك إيه؟ كان يحمل الحنطة ويخدم الخيل ويكنس الزبالة. ايوه، إذا كان مثل ما عم تقولي معناتها ضرغام كاشف سره لرسلان، لهيك رسلان طالعه وساواه عقيد على الحارة. إيه؟ حتى ما يفضح له قصصه وسيره. مزبوط كلامك. وموته عسرت كشف قاتل أمك الكجورية. بقى شو نحن علينا؟ علينا إنه نعرف مين معه لرسلان لحتى يحكي قبل ما ينقتل هو الثاني. شبك يا رجاء، اشتقت لأمي. وأنا كمان اشتقت لها كثير تقبريني. هانت تقبريني، هانت بإذن الله بيلتم الشبك، وما علينا غير إنه نصبر. والفرج قريب، قريب الفرج. يا رب يا رب يا رب. ابن عمي، يا عيون ابن عمك، أنا حاسة إنه أخوك معروف عم يطلع ويتركنا لحالنا مشان ما يضايقنا، فشو رأيك تعطيه حصته من البيت والدكانة وتقول له يشتري بيت لحاله، بيتركني أنا وياك والولد. طب يا شكرية، أنا منين بدي أجيب مصاري؟ والله ما معي. دبر حالك عزو. منين بدي أدبر حالي؟ تدين من أهل الحارة؟ لا، أنا ما بحب الدين منوم. طيب وأنا كمان ماني أخذ راحتي بالبيت، شنو عدول عم ضل مستورة، والله من خافي ما يجي يشوفني بالقرعة. ليش شافك بالقرعة وليه؟ لا أعوذ بالله، ولا مرة لمحني والله. هو يعني لك يعني شو؟ مرة وحدة شافني أنا وعم حط على الغطاء على راسي. يعني فات على البيت بدون ما يقول لأحم ولا دستور؟ لا، هو كان بالبيت والصبح وهو طالع من اوضته شافني. الله لا يعطيك العافية. مشان هيك ابن عمي عم اقول لك دبر حالك، خليه يطلع ويروح. والله لازم دبر حالي أنا. وين رايح ابن عمي؟ على الهفا، رايح على تمساية ضرغام. شوفي يا زمرد، أبوك عطال الباشا وعد بعد يومين يرد له خبر موافقتك على جوازتك من شوكت. ما بدي اتجوز يا بهية. طيب ليش ما بدك تتجوزي؟ مع أنه الرجال ما في داعي مين يحكي لك على عائلته وعلى مركزه بالحكم داريه. بعت لي قتلي. بدك تقبريني احكي لي شو السبب؟ أنا مثل أختك ورح وقف جنبك. شنو أبوكي هلأ بتعزاية موت بضرغام وقال لي بس يرجع بده يعرف السبب. بعت لي قتلي، بعت لي قتلي. لك يا زمرد، أبوكي وقع بورطة كتير كبيرة،
إذا قلتي إيه أو لا رح يقول له للباشا إنك موافقة، وفوقها رح تاكلي قتلة يمكن يموتك فيها، وغير هيك يمكن ينزل بالحارة. أحكي. يا ربي دخيلك، شو بدي ساوي؟ لك زمرد، احكي لي شو صاير معك. أنا رح ساعدك، والله رح ساعدك. بعد لحم هذيك الساعة واللي صار معي. ليش شو صار معك؟ بوس ايدك بهي خليني اهرب، مشان الله بوس ايدك خليني اهرب. لوين بدك تهربي؟ شو نسيانة إنه أبوك عم يقفل الباب علينا بعد ما هربت مروة؟ بعدين ليش بدك تهربي؟ الله لا يوفقني عم عملته، الله لا يوفقني. لك شو عملتي؟ احكي لي، أنا رح ساعدك. أنا ما بدي أتجوز بعد المرحوم سعيد. إيه بس هذا ما سبب بخليكي ما ترجعي تتجوزي. بس هو جوزي عن حقه حقيقي. يعني شلون جوزك عن حقه حقيقي؟ يعني صار بيناتنا. الله لا يوفقك على هالعملة اللي عملتيها يا زمرد. والله بالحلال يا بهية، والله بالحلال. لك شلون بالحلال وانتوا لسه ما عملتوا عرس قدام العالم؟ مكتوب كتابنا. وإذا مكتوب كتابكم ما بيصير تعملوا شيء لتعملوا عرس قدام العالم وتعرف العالم كلها انكم تجوزتوا. طيب غلطة وصارت اقتل حالي، يعني شو أعمل؟ لا بس على هيك انت ما بصير تتجوزي ابدا. ايه ما بدي اتجوز، ما بدي اتجوز مشان الله. يا ربي سترك، يا ربي سترك. شبك زمرد ليش عم تبكي؟ أنا شايف إنه الباشا عبد الحميد عم يشتغل ضدنا، بقى لازم نوقفه عند حده. شلون بقى بدنا نوقفه عند حده؟ لازم يفهم إنه هي الحارة إلها فضل عليه، إنه أهل الخير اللي فيها هن اللي ربوه بعد ما ماتوا أهله. ما بصير يوقف ضدنا، لازم يوقف معنا. والله شوف لك أنا من ناحية الباشا قلبي مطمن كتير كتير. وش كان مشان شغلة امبارح وقت الباشا طلب من اليوزباشي إنه يفتش عن سلاح بالحارة، أنا اللي طلبت منه، وخاصة بعد ما قتل درغام بالبوايكير. معناتها زعيم لازم ترجع تطلب من اليوزباشي يفتش على السلاح، أنت ليش ساكت لهلا؟ لك إيه رح نطلب منه. والباشا معناتها ما رح تحكي معه شيء. هلا الباشا ما راح احكي معه بنوب، بس لما بحس انه صار في خطر بالموضوع وقتها انا بتدخل بطريقتي. شلون بدك تتدخل؟ خلصنا بالك عرفت، كل وقت وإله عقله وإله ملايكته. شو اهبل انت؟ لا فهمت عليك، فهمت يا رشدي. والله ما عم صدق الكلام اللي سمعته منك يا بهي. أنا بنت زمرد تساوي فيني هيك ومعمي مع اللي كان كاتب كتابه عليها، وهي على هالمصيبة. طول بالك تقبرني، لازم تلاقي حل قبل ما تخلص المدة اللي أعطاك إياها الباشا. أنا بشو وأنت بشو الباشا؟ حل وحيد، لازم اقتلها واشرب من دمها. اول شغله بغسل حالي بايدي، والشغله الثانيه بروح لعند الباشا بقول له بنتي ماتت، ما عاد في جوازك. صلي على النبي يا رجال، هذا مو حل. اللهم صل على النبي. شو عمل لك؟ شو ساوي؟ روح لعنده قل له بنتي بطلت تتجوز، ما عاد تتجوز حدا بعد ما عملت هذيك الحمله الفايده هي، وهذا اللي كان كاتب كتابه عليها. ابن عمي ما بدنا فضايح بالحارة، ما لازم حدا يدرى، والله بتصير بهدلة الأول ما لآخر، ما حدا بيدق بابنا مشان مروة. يا علامتك يا بكاسة، بكره تصل خبري للناس لا تصير فضيحة، لا تتبهدل. شو هديت عيشتك يا بكاسة، ما الله لا يوفقكم. شو عملتوا فيني؟ يبعت لي حكمة عليك يا رجال. لك يبعت لكم 60 حمى، الله لا يوفقكم. انتي على زمرون على مروة على كل نشوان الدنيا. انا بدي موتها. ليك يا بنت الكلب، بدك تسليني، بدك تبهدليني يا بنت الكلب. الله لا يوفقكم، لا يوفقكم. كنت بهدلوني، كنت جيبوني بطاقته، حطيتي راسي بالطين يا بنت الكلب. الله لا لعن ابوكي. عجبك هيك؟ هي ابوكي رح يجي يفعلج من ورا عملتك. أنا مو غلطانة وكل شيء صار بيني وبينه بالحلال سمعته. بالحلال بس مو هيك الأصول. هي رب العالمين أخذها، ماتت، شو رح تعملي بحالك هلا؟
الله ياخذني لارتاح، الله ياخذني، الله ياخذني. الله يوفقك يا زمرد على المصيبة اللي حطيتيني فيها. شو بدي له الباشا؟ هيك حارة بدها قضيب رمان لحتى يعرفوا أهلها ما يقتلوا بعضهم البعض. لك يا ابني اللي صار بالحارة بصير بكل الحارات، يعني كل الحارات بصير فيها جرائم قتل. هيك حارة بدها إيد من حديد وإيد من نار لحتى تمشي مثل الألف. اوف، وليش كل هالقد حامل على اهل حارتها؟ هي مو حارتي يعني، مو حارتي. مو حارتها؟ إيه مو حارتي، ورح بيع كل شيء هون وسافر على الأناضول. هو انت ما ربيت بالحارة، مشان هيك ما بتحبها ولا بتحب اهلها. إيه تضرب هيك حارة ويضرب أهلها معها كمان. لعم شو الديسة؟ شوفي مين على الباب عمي. هو أهلين زعيم. اهلين. فيك تندهي لي لنفارس؟ خير شو في؟ معلش اندهي لي يا انت. ستي رسلان بده اياكي. خير يا زعيم. وين بنتك نوارة؟ شو هالسؤال يا زعيم؟ عم بسألك وين نوارة؟ بتجاوبيني دغري. ما بعرف وينها. بعدين ليش عم تسأل عنها؟ اسماعيل فات على الحارة وقتل درغام. ايه سمعت هيك شي. ايه ونوارة وينها؟ ما بعرف. ونوارة ما هربت مع اسماعيل وانت بتعرف هذا الشي. وما هربت من اصله من بيتك. ايوه. شو قصدك؟ قصدي انك انت بتعرف وين راحت. انا شو بعرفني وين راحت بنتي؟ ايه وانا كمان ما بعرف. بعدين لك يا زعيم، لو كانت بنتي هربت مع اسماعيل كانت بعتت لي خبر على القليلة وكنت عرفت وين ساكنة وشفتها. مو ضليتني عايشة هون كل هالسنين بالحارة وشفتوني كلياتكم. ام فارس بنتك زلتني زلتني. لا يا زعيم، بنتي ما زلت حدا. انت اللي زليتها وزليتنا وزليت حالك كمان. ربي ست ما يرد. رسلان شاكك انه نوارة عايشة. وانا هذا اللي بدي اياه. لك شبك ما عم تستوعب؟ عم اقول لك امشي بدك تروح معي مشوار. لوين؟ بدي اروح انا وياك على بر نوارة. هلا؟ ايه هلا. طيب ايش كان هيك، استنى بس لاجيب شغله من جوا. ايه فوت جيب ولا فردك من جوا. خلاص روح جيب فردة، مستناكم. اختك درية ما لا طالعة من البيت لتخلص عدتها. ايوه، شو يعني بقى؟ يعني هلا ما في حكي بتقسيم الورثة لتخلص العدة. يا مو الله يوفقك، شو دخل هي بهي؟ مو اختي درية عندها بيت وما لها بعازة حصتها؟ اختك بدها تاخذ حصتها لانه هذا حقها، واذا كان انت معك مصاري عطي اخوك حصته خليه يرتاح. بس انا ماني عم طالب حصتي يا مو. اخي انا اللي عم اقول انه كل واحد لازم ياخذ حصته من ورثة ابوه. اسمع اخي اسمع، انا بعرف اني ضايقتك وضايقت حرمتك، اخي بالاخر حصتي ما بدي اياها، مبروك عليك. بس اصبر علي كم نهار لحتى يصير اللي ببالي. ايه وشو بده يصير؟ صارت هالشغلة راح اضل بالحارة، وإن ما صارت راح اطلع منها. وين بدك تروح؟
بلاد الله واسعة. وليش بدك تروح من الحارة؟ أنا من الوقت اللي رجعت من أخذ العسكر وأنا حاسس حالي تقيل الدم عليكم. مش إنه البيت صغير وأنتوا قاعدين فوق بعضكم، ولو ما هالشغلة ما رجعت. ليش هيك عم تحكي يا مو؟ هيك عم بحكي يا مو هيك. وين رايح؟ راجع. سلفي حاسس فينا مردعمة ولهيك بده يتركنا ويعيش لحاله، وهذا هو الصح. شو انه هلا ولا بعدين بده يتركنا ويعيش لحاله، مو هيك ابن عمي؟ ايه معلوم شكرية. شو هذا اللي صار فيك يا عبد قاسم؟ شو هذا اللي صار فيك؟ معقول هذا الحكي؟ يا عمي الله لو عرفان بدي اساوي هيك كنت جوزته قبل ما يروح على اخذ عسكر. لك كنت حرص على شرفي وكرامتي وبناتي. لك شو بدي داعي عليك ها سعيد؟ والله ما بعرف. ابن عمي الله يرحمنا برحمته، ابن عمي الزلمه صار عند ربه. الله يلحقها في عن القريب يا رب. ابن عمي ليش ما بتحكي لحدا من رجال الحاره هو يروح لعند الباشا ويحكي له على اللي صار، يقول له مالك نصيب عنا وسامحنا. بدك شو بدك يعني سيرتي على كل لسان بالحاره انا؟ ليش ابن عمي كان مكتوب كتابهم؟ يكتبك من اهل جهنم. ايه يخرب بيتك، منين جبت الافكار السوداء وليه؟ ليش ابن عمي؟ ايش بقى؟ لأن الناس ما بتعرف انه زملاء وسعيد كان مخطوبين ومكتوب كتابهم، وهي الفاينة اللي صارت بدها تصير على كل لسان بالحارة، بيقولوا انه بنتي عملت الفاينة مع واحد ثاني برات الحارة بعد ما فطس هداك. اي والله معك حق، يبعث لي حمى ان شاء الله. لك يبعث لك حمى والراس ناتتي بين كتافك. والله شغلتك صعبة تقبرني. صعبة كثير. وين بدي اروح بخبي حالي بين اهل الحارة والباشا انا؟ ابن عمي انا برأيي تروح لعنده وتقول له مالك نصيب عنا وهي خليها بلا جواز، اللي بده يصير. بلا وهيك لازم يصير. انا بدي له عند الباشا، يعني شو بده يعمل معي؟ بده يبهدلني، والله بده يبهدلني. عكاحة اذا كان بهدلني والله انا بستاهل وحا معه. والله لو داسني بصميته قدام الناس على وصيف تحت امي، لاني معه من ساسي لراسي. مزبوط. يا علي عليك تقبرني، طول بالك. انت علينا كمان تربيت. الله يوفقكم. لك وجع البنات للممات. لك الله يعين ابوكي على هالمصيبه. اصلا كله منه اللي صار معي. وليش كله منه؟ مو هو اللي كان يضرب امك ويقول لها حردانه لبيت اهلها ويتركنا بلا اكل وبلا ام تدير بالها علينا؟ كله مشان شو؟ مشان يكدس بهالمصاري، وهي النتيجه قدامك. مزبوط. الله يرحمها لامك قديش كانت تاكل قتل منه بلا طعمه وبلا سم، وخصنص قبل العيد بكم يوم مشان تروح حردانه لبيت اهلها. مشان شو؟ مشان ما يشتري لنا اواعي العيد، مشان ما يعطينا عيديه، لك مشان ما يجيب لنا محلايه ونطلع برات البيت. لما كان يخلص العيد كانت امك ترجع على البيت وترقع فينا لحتى ما تضيق. قولي نحن شو تحملنا لك اختي، بس مثل ما بيقولوا بعد الام. الله يرحمها قديش كانت بتحملي. ابن عمي انا كنت اليوم ناوي اروح، بس موت الضرغام عطلت كل شيء كنت ناوي اساوي، بس بكره باذن الله من بكير رح اروح. اي الله يرضى عليكي، بكره من بكير روحي وخلصينا من هالقصه بقى يا ام الورد. خلص رايحه. روحي جيبي لي مي الله يرضى عليكي. ماشي. ابن عمي الله يخليك خلينا نطلع نقعد بارض ديار برا. لك ما بقدر اقعد بارض الديار وهي عند منا ام جواز. مالها برا بغرفتها قاعده. لك ولو كان ما بقدر اقعد بارض الديار وهي عنا، ما بدي اياها تسمعنا شو عم نحكي. كرمال الله خلينا نطلع نقعد برا، بركي بتحس حالها ثقيله وبتزق على دمها وبتفرقنا بقى. رحمة والله مزبوط كلامك، نحن كان لازم من الاول نعمل هيك. ايه من اول ما اجت لعنا. طب يلا تعال. والله مني ومنك ما تكون صايره معي جوازي على العضو ومحرزه، ما بقعد بالحاره ولا دكه. اخ على ما تكون صايره معي، اخ. اي والله غلطه وصارت. لا سيدي مو غلطه، امور على العضو ومتجوزها. عم تحكي من كل عقلك انت؟ ايه عم بحكي من كل عقلي. لكن مخلوقها تجوزت، صار عندها اولاد، هي اذا ما جوزت اولادها. ايوه انا فكرتها صايره القصه هلا وقاعد عم هور دمي. هاي القصة صارت من زمان كثير، من أول سنة من أخذ العسكر.
ايوه الله يصلحك على العمي، والله كان لازم تتجوزها. ما قلت لك غلطة وسويتها؟ ما بعرف وين لقيته، شو بيعرفني؟ هون او هون. القرنة متغير علي كثير، مو شايف البستان شلون كبراني شجراته؟ بعدين انت لازم تعرف لانه انتوا اللي دفنتوها، مو تسالني الي. لك انا ما دفنتها، انا درغام اخذها لحتى يدفنها، مو انا اللي دفنتها. انت ما كنت معه؟ لك مبلا كنت معه، بس انا تركته ورحت على البيت، يعني ما ضليت معه. يعني انت ما رحت على بيت المرحوم ابراهيم وقتلت مرته ولبسته القصه؟ شو عم تحكي ولا عرفت؟ شو عم تقول؟ اوعك يا بخالتي، اوعك تقتلني. انا قلت لامي وقلت لاختك مريم اني جاي معك، يعني اذا بصير علي شيء خالتك رح تعلق مشنقتك بنص الحاره. بكل الاحوال انا ما راح اقتلك، شنو عرفت انه انت اللي قتلته لدرغام الغدار. هي انا قتلته لانه كان بده يقتلني، وبعرف انه انت اللي بعته. ابن خالتي شو رايك تحط ايدك بايدي وانا وياك على اللي بيعتدي علينا؟ انا جاهز يا بخالتي، انا معك على الموت وبعمل اللي بدك اياه، بس اوعك تغدر فيني، اوعك يا بخالتي.